البارحة وحدة خيم بين أشخاص فاتحة لايف من ذني الدماغ صيز يعني اللي لابسة جسمها كله طالع وتحكي بالخن وانا هاي الأناقية تصعد اللايف لايفها ب5 ما ادري شيرون اللايف رحت لقيت ب5 وانا هاي الأناقية ما ادري الحين ادلها دولة وما توافق وانا على يمن هي هاي ما روحها على يمن فانضربوا قلت له انا طبيت قلت لا يا زربه جت الزربه طبيت بلايفه هلا ورده هلا هنا ورده هنا قلت له دوني الضربه انا اللي صعدت وياها قلت له مو انا اللي الضربه يا بنتي الضربه قال لا اسفه وانا مو عنيد الله يا ربي يا حكمتك بس عليه انا كلش يعني بعرف الله عليكم القرآن عليكم أريد أوصيكم وصية أريد تشوفوا لي في ال7 لايفات هيك تكون عالم فقرة صدق ما عددن اللي يبيع الحاجة 500 حاجة 1000 2000 هذول اللايفاتهم ناصية القرآن عليكم لكم ثواب وإلي ثواب نصعد لايفاتهم سووا لي تاك حتى أروح أصعد حساباتهم حتى يندعوا لي الله عليكم نصيحتي كلش مو تمام شوفوني ببالكم أقسم بالقرآن فأريد إنسان يندعي لي يعني محتاجة الدعاء هذول من تصعد وياهم ويندعوا لك هذول ناس فقراء يندعوا لك من طيب خاطر فأمانة بنات اللي سمعتني تكتب تم وتروح تشير لي شكو لايف يكونون مساكين فعلا ما عندهم والعباس عليها العدا وما تجي تشيد أسوي إعلانات أنا بنصعد يوم واحد أخذ 50,000 وأصعد يومين تصعد يمي وأصعد يمي لمدة يومين 50,000 بس ذولي لأن ما عندهم يدومون ضحك لحالي إذا شفتوا مثلا دول اللايفاتهم ناصية يبيعون حاجة 1000 حاجة 500 ولا لايفاتهم ناصية حاجة 2000 ضيفوني بنات ضيفوني على السريع وسووا لي تاك يعني مو تضيفون حسابي لا تضيفوا بس سووا لي تاك سمعتني تكتب تم خلنا نخليكم رقمي مال الإعلانات وهوايدا يراسلوني على التيك توك فما دا جاوب راسلوني على الواتساب بس جوالسة متخابرني قبل لجنة شو اسمه الابتزاز أبلغ عليكم نزل البرنامج عندي أودي رقمك ابتزاز فلا تقول عليه رقمي على باب الله أنا مال الإعلانات عجل هذا مال الإعلانات هسه راح يطلع لكم الرقم هذا الرقم مال الإعلانات بنات إعلانات ببغدادي كلها أخذ 200,000 أي منتج أعرض لكم إياه إذا تدزولي منتج أعرض لكم إياه أخذ 100,000 إذا صعد يمكم باللايف وأفتح لايف تفتحون لايف أجي يمكم وتصعدون بلايف تعرضون أخذ 50,000 وإذا منتج تدزولي مدة 4 أيام 5 أيام أروج لكم عنه